قال الحبيب لست أخشى عليكم الفقر. هو النبي ما هو خايف الفقر. إذا من فين جاء الفقر؟ من أين جاءت المطالبة بقضية المال والاقتصاد والجوع من أين جاءت يا أخواني؟ من أين جاءت؟ جاءت من الحكومات لأجل نوجد الفشل فيها؟ جاءت عن طريق المحرك الأصلي الشيطان والدجال والفكر المطروح في الساحة الذي لم يرتبط بالدين. وإلا الله قال في كتابه العزيز وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ولا يمكن أن يكون في المسلمين ولا في غير المسلمين جائع. مفتوحة الأرض. ما خلق الله الناس في الأرض لأجل يقتتلون على مال. خلق الله لأجل نعبده. وفي كتابه يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لما ترى الجيل الصغير ينازع الكبير، لما ترى المنازعة والصراع والموت في الساحات، وهذا يقول الله أكبر، الشيطان يقول أنا أكبر. ما هو الله أكبر؟ لأن هذا الأمر مبني على التنافس وعلى التحريش. وأما الذي يبنى على دين ويبنى على أمان ويبنى على صدق هو ما أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس لنا حجة في العالم لأجل نكون صادقين إلا كلام الله وكلام النبي محمد. عودوا إلى كلام الله وكلام النبي محمد وانظروا ماذا أخبر في آخر الزمان، وكيف تنهار الأمة، وكيف تضيع في المنافسة والتحريش. لست أخشى عليكم الشرك ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. لست أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتلهيكم كما ألهت من كان قبلكم. شوفوا المشابهة، شوفوا اللي ذهبوا من قبلكم ألهتهم الدنيا فاشتغلوا بين المنافسة والتحريش فذهبوا وانتهوا وخرجوا عن دائرة الحياة لأنهم ما التزموا بالضوابط. الدنيا هي عبارة عن وسيلة، وأما الغاية رضاء الله. ولهذا لما نوجد جيل يسمع ويتعلم، يتعلم من أين؟ لا يتعلم فيما يتعلم فيه. قد شبعنا علوم، وقد أولادنا في الغرب والشرق يدرسون الحضارة ويدرسون الحياة، لكن في شيء موجود في الجزيرة العربية، في شيء نزل هنا، في شيء عظيم ما عرفته الناس وتركوه وأعرضوا عنه. يمكن في كل بيت موجود أكثر من جهاز، لكن ربما لا يوجد من يقرأ القرآن. وإذا قرأ القرآن قرأه في رمضان أو سمعه في الجهاز أو قرأه على صفة الإعجاب. أنا يعجبني ذا ويعجبني القارئ الثاني، وأنا أشتري مصحف فلان وهذا ما في مثله في القراءة، وأنا بصلي عند فلان لأن قراءته تعجبنا. هذا تحولت الحياة إلى إعجاب. لكن في شيء اسمه في قلبك من الداخل. قال يظهر أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. القرآن موجود وبيزيد القرآن وبيزيد السنة والخدمات الشرعية بتكثر، لكن المشكلة في الداخل، في الأوعية اللي تحمل القرآن، الأوعية اللي تحمل السنة. كيف يمكن أن يخرج من اللسان ليؤثر على الواقع، وكيف يدخل داخل القارئ والعالم لأجل يصبح حجة، يصبح إذا رؤي ذكر الله. لا إله إلا الله. نحن محتاجين لهؤلاء الرجال، محتاجين للقدوة، محتاج للرجل الذي تراه فترتاح، الذي تسمعه فتأنس، الذي يدلك على الله، الذي يدلك على حبيبك ونبيك محمد، الذي يدلك على السلامة، يدلك على الاطمئنان، يدلك على الراحة. ليست الراحة في الأغنية ولا الراحة في الرقص ولا الراحة في النوادي. هذه مجرد راحة نسبية يفهمها الناس لأنهم ما فهموا الذوق الذي وضعه الله تعالى في سر الذكر وفي سر الفكر وفي سر الشكر. لا والله، راحتنا في ذكر الله، راحتنا في الصلاة على رسول الله، راحتنا في تحبيب أولادنا لكثير من هذه المجالس لأجل الله وفي سبيل الله.